إلى أي حال وصلت أحوال أمتنا، حتى احتفالهم أكثر من احتفالهم في عيد الفطر، بل والله في عيد الأضحى لا ترى لهم زينة ولا احتفالا ولا فرحا ولا سرورا في عيد الأضحى أو عيد الفطر، أعظم أيام السنة عيد المسلمين. أما في أعياد النصارى شوف الزينة. كل مرة باجي فيها دبي بلاقي دبي في انفتاح في كل حاجة بصراحة يعني. I've known many people from the UK and from parts of Europe that say they actually feel the spirit of Christmas more in the United Arab Emirates compared to other places. People who are living within Mall of the Emirates are like foreign and they want to celebrate the end of season. So we make sure always that we make the platform ready for them. Most Emiratis are behind the effort to make expatriates feel welcome. من تشبه بالنصارى بهذا المظهر فكأنه منهم، حتى حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة من اتباع عادات وطرق وسنن الأمم الأخرى، قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. تذهب إلى بعض الفنادق في أوروبا ما تجد الزينة والأشجار مثل ما تجدها عندنا، بل هل تصدقون أن أغلى شجرة كريسمس في التاريخ كله وجدت هذه السنة في فندق في دولة خليجية؟ للأسف جعل شجرة سعرها 11 مليون دولار. جوعان انت يعني؟ أنا جوعان. ما فينا ناكل، انضرب بيتنا، العالم عم يدوروا على لقمة الأكل، عم نروح المجابل عم ندوروا على الأكل، ما في أكل عنا، عم نموت من الجوع. من يومين دخلت وقعت من فوق لتحت من قلة الجوع، ما في أكل، ما عم نمرق، عم ناكل حشيش، عم نلملم حشيش، ما في أكل، ما في عنا شيء، عم نروح المجابل، عم نروح عم ندور، ما حدا عم يعطينا، ما في حدا عم ياكل هون، عم نلاقي خلى الخربان عم ناكل لا شفت الخبز الخربان بالارض عم نشيله ناكله، الخبز الخربان اللي عليه دود عم ناكله، جوعانين ما عاد فينا. هاي خبزه معفن، هاي خبزه معفن عم ناخذه وناكله، هذا خبز معفن يا عالم يا عرب. نحن بدولة إسلامية، نحن بدولة إسلامية، نحن بدولة إسلامية. People who are living within Mall of the Emirates are like foreign and they want to celebrate the end of season. So we make sure always that we make the platform ready for them. يا عرب نحن بدولة إسلامية. عايزين نعرف هل هم اخواننا الأقباط بس هم اللي بيجوا يشتروا منك الزينة اللي... لا، ما بتفرقش ما بين الأقباط أو المسلمين، الاثنين واحد، والمسلمين بتشتري أكتر من الأقباط من الحاجات اللي هم الأجراد والكده، بيحبوا يحتفلوا معاهم. يعني المسلمين بيحتفلوا براس السنة يمكن بيشتروا منكم حاجات أكتر من الأقباط كمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. ضاع إسلامنا، سمعته ومكانته ضاعت، فإلى الله نشأ. لا أكل ولا شرب، لا حليب ولا حفوضة ولا زعران ولا الإسلام. هيك ولادهم بجوز من الله. حسبي الله ونعم الوكيل. بجوز من الله، بجوز من الله. حسبي الله ونعم الوكيل. ما في حدا بيموت قدامه يموت قدامه ولا يموت اللي ولا العرب ولا الإسلام ولا الأطفال هذول شو ذنبهم؟ هذول بيدفعوا الثمن، هذول بيدفعوا الثمن عاد. ماتت الجوع عمرها شهر. هذا منظرها ساكنين يجوعوا. طب هذا بدك تشوفه تفي عليهم على شرفهم. تفي لسه بيقولوا العرب والمسلمين، لا في عرب ولا في حاكوا البشر. هذا منظر هذا. جو روحوا اتركونا، ما بدنا شيء منكم الا الله. إلنا الله. صرنا قديش عم نحكي عرب ومسلمين بالناقص منهم. روح إلنا الله. بدك ترضع، بدك تعيش، بدك تاكل ميتي تطلع. هذا منظر هاد. حسبي الله ونعم الوكيل. تفيح على كل واحد بيطلع بايده يعمل شيء وساكت. ما عندكم قلب، ما عندكم اهل، لا غدا لا حليب لا غذاء. طلع هذا ما حرام عليكم، ما عندكم اهل.
معك الأطفال؟ طلع هاد، شو ذنب الطفل هذا؟ حسه بهالطفل يا الله. يلا بسيطة. وحدي الله أمي، خلاص وحدي الله. كلياتنا جوعانين. وحدي الله. المحشي كلياتنا جوعانين. رب العالمين هو اللي كلياتنا جوعانين، مو بس الله ونعم الوكيل. كلياتنا جوعانين. يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك يا ويح عباد الصليب بحقدهم بالأمس كنا حرائرا واليوم ذقنا الأسرى ذقنا هوانه فبكينا دمعا قانيا كالعندام. غالبا الأعياد ترتبط بالشعائر الدينية، فهي أمور مقدسة عند كل أمة وملة، هذا غير مستغرب. لكن المستغرب أنك تجد المسلمين يحتفلون بأعياد المسيحيين مثلا أو اليهود مثلا أو المجوس مثلا، هذا هو الغريب. عمرك شفت واحد مثلا مسيحي أو نصراني في يوم الأضحى يمشي في الشارع وهو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؟ ما تشوف. لكن تشوف مسلم حاط شجرة كريسمس مليان ما شاء الله. يمكن للأسف تلقى في أمريكا وأوروبا ما يحصل عندنا في بعض الدول العربية، بل قهرا أقولها حتى الخليجية. مدينة خليجية يتوافد عليها مئات الآلاف عشان ليلة رأس السنة، هو مغنين ومغنيات من كل أنحاء الدول العربية، بل بعض الصالات تحيا برقص عربي شرقي ورقص روسي، وعاشت الحرية. وهذا هو مكمن الخطورة في التشبه بالكفار. ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا العيد يميز الأمة والديانة التي يحتفل بها أصحابه، شاء الناس أم أبوا، فإنه قضية عقدية وليست قضية عادات، وهذا ما يجهله كثير. لا يجوز أن نشارك فيه غيره. أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولا شك أن الإنسان المسلم لا يجوز أن يشارك الكافر في شيء واحد أو بسيط يتعلق بدين الكافر أو بعيده، فكيف بمن شاركه العيد بالكلية؟ وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث، فهل لنا من مغيث؟ إحنا بنات أمة محمد، أعراض بنات أمة محمد يستغيثون، يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله، بيتهم نستحوا على حالكم، استحوا على شرابكم. بنات أمة محمد تنتهك أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنحر النساء والأطفال بالشوارع، ينحرون الشباب بالشوارع. وينكم شكون تستنون؟ لا تشوفونا مجردات بالشوارع، لا تشوفونا بينتهكون أعراضنا الآن.
لامت هذا السكوت. حرام عليكم، حرام عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حكام العرب. يا بشوم عليكم، ما بيكم نخوة ولا بيكم حمية ولا بيكم يقول واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وينكم يا مجاهدين الأمة، وينكم يا شباب الأمة، يا شباب أمة محمد بكل مكان. نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث، فهل لنا من مغيث؟ لا تردون على حكام العرب، كلهم خونة كلهم باعونة. نحن بنات أمة محمد، أعراض بنات أمة محمد يستغيثون. يا مستغيثين وين العرب؟ وين الإسلام؟ وين الدين؟ وين محمد؟ أي أمة من الأمم وينشغل الناس بها عن أمر الله عز وجل، فسلم على هذه الأمة، انتظر لها الزوال إن عاجلا أو آجلا.